القصة ديال اليوم بدات في واحد من أشهر المناطق السياحية في ألمانيا، واحد القصر سميتو نويش فانشتاين. سمحوا لي ما نطقتهاش مزيان، ما كنهضرش بالألمانية. المهم بزاف ديال الناس كيعرفوا هذا القصر على أنه القصر الحقيقي اللي لهم القلعة ديال ديزني. هذا واحد القصر كبير فوق واحد الجبل، دايرين به الغابات والطبيعة، شلالات، جبال، اللي بغيتو، يعني مناظر كتخلي أي واحد يحس براسو داخل واحد القصة خيالية. ولكن ورا هذا الجمال كامل كاين واحد التاريخ اللي هو مظلم. هذا القصر هذا بناه واحد الملك سميتو لودويغ الثاني، ملك كان معروف بحبه للعالم الخيالي، يعز عليه يهرب من الواقع، فصرف عليه بزاف ديال الفلوس. من بعد غادي لقى راسو دخل في ديون كبيره بزاف، والناس اللي دارين به وكل شيء حسوا بلي انه انسان ماشي طبيعي وعنده مشاكل نفسيه بزاف، ففي الاخير اعتبروه غير صالح للحكم. من بعد أيام قليلة من هذا الحكم هذا تلقاوه ميت في واحد البحيرة مع الطبيب النفساني ديالو اللي كان حتى هو مقتول. ولحتى لهذا النهار بزاف ديال الأسئلة باقية بلا جواب في هذه القصة هذه.